علاه بزاف من الناس يفشلوا في الخدمة من الانترنت. رايح نشارك معاكم اليوم 5 أسباب خطيرة تخلي بزاف من الناس يطيحوا ويتنازلوا ويخرجوا من مجال العمل على الانترنت رغم انه فيه فرصة ضخمة وناس راهي تبدل حياتها منه. خليك معايا للنهاية راح تفهم عليه. حتى انت ممكن تكون تدير نفس الاخطاء بدون ما تحس. لكن خليني في البداية أقول لك لا تنسى أن تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد. السبب الاول التوقعات الغير واقعية. بزاف ناس يدخلوا مجال الانترنت وهم حالمين يحلموا، يقول لك ندير قناة يوتيوب ونولي مشهور في شهر ولا شهرين، نخدم شوي دروب شيبينغ نولي مليونير. بصح الحقيقة ماشي هكا تمشي الدنيا. النجاح في الانترنت كيما في اي مجال اخر يحتاج صبر وتعب. الناس اللي نجحت راهي خدمت شهور وسنين باش توصل، ماشي انت خدمت شهر ولا شهرين وما جبتش نتيجة وتقرر تنسحب. السبب الثاني الاستمرارية. تشوف واحد يبدل مشروع، ينشر 2 بوستات 3 فيديوهات، يشوف التفاعل ضعيف، يقول لك ما كاش منها الربح من الانترنت وهذا المجال ما يصلحش. لا يا اخي، النجاح يحب الناس اللي تصبر وتبقى تحفر وتخدم. الناس اللي راك تشوفهم ناجحين راهم خدموا على رواحهم كل يوم، طوروا المحتوى، صبروا على قلة التفاعل، وواصلوا واستمروا حتى نجحوا. الاستمرارية هي المفتاح، ماشي تكون كي ومضة وتطفى، لازم تكون شعلة مستمرة. ونروحوا للسبب الثالث، تبدل الاستراتيجيات كل دقيقة. تشوف فيديو يقول لك دروب شيبينغ هو الحل، تجري ليه. تسمع بالذكاء الاصطناعي، بدل وتروح ليه. واحد يهضر لك على الكريبتو، تروح تحط اموالك فيها. كل يوم استراتيجية جديدة. هذه اكبر غلطة يديروها المبتدئين. التركيز هو السلاح السري، ماشي تجري وراء كل فرصة تظنها باللي صح فرصة فقط، ومن ثم تخسر وقتك وجهدك. اختار مجال واحد تفهمه مليح وركز عليه لمدة طويلة، وكما قلنا في هذا الفيديو ركز عليه 90 يوم. روح شوف الفيديو، شرحت 7 جمل من البيزنس التي تعلمتها. السبب الرابع الخوف من الترويج للمنتجات. كان بزاف ناس خاصة المبتدئين يتحرجوا من البيع، يقول لك نخاف الناس تقول راهو غير يبيع، ما نحبش نكون ثقيل، نحشم نعرض منتجي. خويا راك تخدم في بيزنس ماشي جمعية خيرية. اذا ما روجتش المنتج تاعك الناس عمرها ما توصل ليك وعمرها ما تعرفك. وكاين ناس فعلا راهي تحتاج واش راك تعرض، بصح مادام ما بينت لهمش كيفاه يعرفوا، كيفاه يشريو عليك. الترويج هو الفن، واذا تعلمته تقدر تبيع بدون ما تكون مزعج. السبب الخامس والاخير، لا يوجد خطة ونظام. الناس اللي تخدم بعشوائية، تنشر كيما جات، تجرب حاجات بلا قياس، راهي تضيع وقتها. لازم يكون عندك خطة واضحة، تعرف شكون جمهورك، تعرف واش تبيع، تعرف واش راك تعرض، تعرف هدفك الشهري، وعندك خطوات واضحة تخدم بها. بلا خطة راك كل يوم تبدا من جديد وتطيح في نفس الدوامة. الخلاصة، ما تحلمش تربح بين ليلة ونهار، اخدم على روحك واصبر، خليك مركز في حاجة واحدة، ما تخافش تبيع وتروج منتجك، وابني خطة تمشي عليها حتى لمدة شهر أو 90 يوم فقط. الانترنت يقدر يبدل لك حياتك، بصح فقط إذا خدمت بعقلية أنك تبني بيزنس، ماشي بعقلية الهاوي حب الربح السريع. كما نقول أنا عقلية أضرب وهرب. الآن وصلنا للنهاية، قولوا لي في الكومنتار شحال من خطأ من هذه ال5 راك تديرها، واش أكثر حاجة حسيت بها في هذا الفيديو. شارك رأيك، نرد على كامل التعليقات. إذا عجبك الفيديو والمحتوى اللي رانا نقدموه دير لي لايك للفيديو باش نعرف شحال راهم مهتمين بهذا المجال ونحضر لكم فيديوهات أكثر. دير اشتراك في القناة وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد، وما تنساش تبارطاجي الفيديو مع الناس اللي تعرفهم راهم يحاولوا ينجحوا في البيزنس أونلاين باش ما يديروش نفس الغلطات. والسلام عليكم.